روبن ويليامز واحد من أشهر الممثلين والكوميديين في العالم، كان دايما بيضحك الناس وبيزرع الفرح في قلوبهم، لكن ورا الابتسامة الكبيرة دي كان بيخفي معاناة حقيقية جواه. ففي سنواته الأخيرة روبن كان بيعاني من مرض باركنسون، وهو مرض عصبي بينتج عن نقص الدوبامين وبيأثر على حركة الجسم، وكمان تم تشخيصه بخرف جسدي نادر كان اسمه لوي بادي ديمنشيا، وده اللي بيأثر على الدماغ بطريقة مؤثرة على الصحة النفسية، بالإضافة إن الأمراض دي كلها كانت بتسبب له قلق شديد واكتئاب وهلاوس وأعراض نفسية صعبة. ومع كل المشاكل النفسية دي روبن ما قدرش إن هو يواجه الألم اللي جواه، وده اللي خلاه يتخذ قرار الانتحار في 2014. والحكاية دي بتأكد لنا إن الأمراض النفسية والجسدية ممكن تخبي وراها معاناة كبيرة حتى لأكتر الناس السعيدة على سطح الأرض.